مين أول شخص عينك وقعت عليه وحسيت إن قلبك اتقبض لما شفته؟ أهلا بيكم، ده الجزء الثاني من اختبار سوندي. لو اخترت الشخص رقم 4 فأنت غالبا حاسس إنك في كوكب والناس في كوكب تاني، بتهرب من وحدتك بلمة الناس والصحاب حواليك، ورغم إنك تبان شخص اجتماعي إلا إن في الحقيقة الناس ملهاش أي أهمية عندك. ولو اخترت الشخص رقم 5 فأنت غالبا بتهتم بمظهرك وبتحاول تجذب الناس حواليك بشياكتك وهدوءك. الناس شايفينك شخص متواضع ومنغلق على نفسك رغم إنك من جواك بتحب تكون تحت الأضواء طول الوقت. ولو اخترت الشخص رقم 6 فانت الشخص اللي بيضحك ويهزر طول الوقت، بس اول ما تبقى لوحدك بتحس بالذنب والنقص، ورغم انك بتحاول تخفي ده عن الناس الا انهم بيلاحظوا انك مكتئب طول الوقت. ولو اخترت الشخص رقم 7 فانت شخص رايق زياده عن اللزوم، بتحاول تحافظ على النظام والهدوء طول الوقت، وبتحب تسيطر على حياتك وبتتضايق جدا من الناس العشوائيه. واخيرا لو اخترت الشخص رقم 8 فانت الشخص المثالي اللي بيحاول دايما يكون بيرفكت في نظر الناس، بل بتحاول تبين انك احسن من الكل. لو راجل هتبقى تصرفاتك رجوليه جدا، ولو بنت هتبقى تصرفاتك انثويه جدا، وهتحبي طول الوقت تشوف الاعجاب في عيون الرجاله اللي حواليك.